أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما قد اشتهل رمضان المعظم اللهم إن حبيبي وخليلي شهر رمضان قد اشتهل علي يوم الاثنين عام 15 و300 وألف ورحبت به وسلمت عليه بهذه القصيدة فتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها فوق ظني في الدارين اللهم رب رمضان سلم لي رمضان وسلمني لرمضان وسلمه مني وسلمني منه واجعله متقبلا يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد لا زلت ضيفا كريما زائرا أبدا مكرما بقراءة الطاعات والسدد معظما عند رب لا شريك له وعند أهل التقى والعلم والرشد لا زلت معي أوزار وخاضي طار وطارد أغيار من الخلد وسافدا كل شيطان بما معه ومتحفا لذوي الإحسان بالسفد وصافدا كل شيطان بما معه ومتحفا لذوي الإحسان بالسفد ومذهبا كل أحزان نديخ بها في دهر آفئدة يا مذهب النكد ومذهبا كل أحزان نديخ بها في دهر أفئدة يا مذهب النكد وزائدا كل عام ما نفوز به من جود مغن كريم نافع زيدي يا شهر رب كريم فيك جاد لنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد يا شهر رب كريم فيك جاد لنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد ذات توبة فيك أيضا ماديا أبدا إني أحبك حب ذات طلب من مالكي فيك إسعادا بلا أودي ذا توبة فيك أيضا ماديا أبدا
بالذكر والشكر والقرآن للأحد إلي قد تبت في شعبان عن رجب مجددا فيك فاشهد لي بترك ددي لشهد بأخذي كتاب الله فيك هنا إلى ارتحالي يوم السبت والأحد واشهد بحبك حب ذاتي يا أملي وكن حبيبي يوم الهول والكمد إني أحبك يا شهر صيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عدد إني أحبك يا شهر صيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عدد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واجعل هذا اليوم يوم مدي بما تحب وترضى أبدا بلا التفات وتقبل مني الحمد لله